البسكوت ده ما يحلاش كده غير بكوبايه الشاي جنبه. ولو اول مره تشوفوني على قناتي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بقى البسكوت بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. هنعمله بكل سهوله جدا. شايفين بقى المقادير بتاعتي يعني مش محتاجه اي تكاليف. النهارده طبعا هعمله ب3 كوبايات ونص من الدقيق، وطبعا معايا كوبايه كبيره كده من الشاي سمنه، ومعايا 3 بيضات، وطبعا معايا 180 جرام من السكر البودر يعني ربع كوبايه، وكمان معايا هنا الفانيليا عشان البيض طبعا ما يعملش زفاره. وهنعمله النهارده بالنشادر. طبعا النشادر بيخلي طعم البسكوت حلو جدا. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل المقادير دي ازاي، وبرده همشي معاكم خطوه بخطوه علشان نعرف البسكوت بكل سهوله. يلا بينا. معايا طبعا بقى هنا العجانه بتاعتي فيها مضرب البيض زي ما انتم شايفين. طبعا لو عندك مضرب كهرباء مفيش اي مشكله، وممكن كمان مضرب يدوي. دلوقتي هنضيف المكونات كلها مع بعض. انا هنا طبعا هحط طبعا السمنه مع السكر الاول. انا هنا حطيت 250 جرام من السمنه، يعني هنحط كده كوبايه، هنعاير كوبايه الشاي بالظبط سمنه، وهنحطها كده في المكونات بتاعتنا. طبعا هنا بقى بعد ما ضفت السمنه كده زي ما انتم شايفين، هحط طبعا السكر البودر هنا كده. وطبعا هضربهم مع بعض الاول لحد ما يبقوا كريمي كده. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي. طبعا كريمي خالص. بصوا عايزه اقول لكم ان ملمسها كريمي خالص. بصوا بقى شايفين ملمسها كريمي ازاي. بصوا كريمي جدا. هنضيف دلوقتي البيض ونشوف بقى هنعمل ايه، وهنكمل بقيه المقادير مع بعض. هنضيف بقى كده هنضيف بقى كده البيض بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت البيض اهو، طبعا 3 بيضات زي ما انتم شايفين، وهنضربهم كويس مع بعض. طبعا هنحط الفانيليا، بس نضرب البيض شويه علشان يختفي خالص. بعد كده طبعا هنحط رشه من الفانيليا علشان طبعا زفاره البيض زي ما انتم عارفين. وهنضرب بقى طبعا لحد ما البيض خالص يختفي من الكريمه دي. طبعا مش عايزين اي حاجه تكون باينه من البيض، لازم نضربه كويس جدا. خلاص كده بقى ضربنا كل المكونات مع بعض الاول زي ما انتم شايفين كده بقى بقت كريمي. هنضيف دلوقتي بقى الدقيق زي ما انتم شايفين. طبعا انا عملت 3 كوبايات ونص من الدقيق. هنحطهم بقى كده كلهم على المكونات اللي احنا حطيناها في الاول وضربناها كده، وبعد كده هنضربهم كويس جدا في العجانه بتاعتي. يلا بينا. طبعا بعد ما حطيت الدقيق زي ما انتم شايفين هنضربهم بقى كويس جدا. ضربت العجين كله زي ما انتم شايفين، بس لسه طبعا هنكمل فيه. بس هنحط طبعا النشادر. تعالوا بقى ما نعرف مع بعض هنحط النشادر ازاي. اولا طبعا معايا هنا معلقتين كبار، يعني ربع كوبايه كده من اللبن الدافي. هنحط عليه بس نص معلقه من النشادر، مش هنكتر فيه طبعا. هنحط دلوقتي نص معلقه، هتشوفوا هنحط قد ايه. بصوا بقى يا جماعه، هنا انا معايا طبعا النشادر. هنحط نص معلقه من الشاي كده، مش هنكتر فيه طبعا، وهنقلبهم كويس جدا في بعض. طبعا بقى هنعمل الخليط ده كله على العجين اللي احنا عملناه بتاع البسكوت زي ما انتم شايفين كده.
رجعت بقى تاني بالعجينه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا انا لسه ما ضربتهاش كويس، هكمل فيها طبعا، بس احط النشادر الاول. زي ما انتم شايفين انا ضفت طبعا مع نص معلقه صغيره من الشاي، اللي هي نص معلقه الشاي نشادر، على كوبايه، على ربع كوبايه من اللبن، يعني معلقتين كبار من اللبن الدافي، وهنضيفهم كده على العجين. وطبعا هننزل كل العجين دوت اللي ماسك في المضرب علشان خاطر ما نعرف نضربه كويس. اهو طبعا بعد بقى ما نزلت العجين من المضرب كده هنعجنه كويس جدا مع بعض. خلاص هنا بقى بعد ما ضربتها شايفين بقى العجينه متماسكه ازاي. بصوا بقى ممكن اشكلها الاشكال اللي انا احبها زي ما انتم شايفين كده. العجينه طريه جدا وحلوه قوي، وعايزه اقول لكم ان الوصفه دي تطلع معاكي البسكوت مقرمش كده وطعمه جميل. وعايزه اقول لكم كمان ان الحاجه لما بتتعمل في البيت بتبقى احلى بكتير، وبتحبي كده ان انت تعملي الحاجه في البيت بتبقى حلوه قوي. وعايزه اقول لكم كمان ان ريحه الكحك والحاجات دي لما بتتعمل في البيت بتفكرنا باهالينا زمان في وسط اللمه ووسط العيله كده لما كنا بنعمل الحاجه. طبعا عايزه اقول لكم ريحه البسكوت يجنن بجد من غير ما ادخله لسه الفرن. بصوا بقى شكله عامل ازاي، بصوا ملمسه حلو قوي. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم. تعالوا بقى مع بعض نشكل العجين كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا معايا بقى القمع بتاعي كده اللي انا هشكل بيه البسكوت. طبعا لو عندك المكنه اللي بتدوري بيها البسكوت بتطلع الاشكال دي مفيش اي مشكله، بتبقى احلى بكتير برضو. بس المتوفر دلوقتي القمع ده وحلو جدا وبيطلع له على البسكوت شكله جميل. تعالوا مع بعض بقى نشوف. احنا هنحط كده حبه صغيرين عشان نعرف نرسمه كويس. انا حطيت كده عجينه صغيره زي ما انتم شايفين كده، عجينه عماله تقع مني بس ايه طبعا ايه بدوس كده زي ما انتم شايفين. انا دخلت العجينه كده اهو. حابه تكتري في القمع بتاعك عادي مفيش اي مشكله، بس انا بحب احط حبه بحبه كده علشان ما يضايقنيش وانا ماسكاه من فوق. بصوا بقى هنرسم مع بعض كده بقى الرسمه بتاعتنا. زي ما انت شايفه كده. بصوا بقى شكله عامل ازاي بجد تحفه. طبعا لو حابه تعملي اي طول انت عايزاه مفيش مشكله، انت ممكن تتحكمي طبعا في المقاس اللي انت محتاجاه، بس انا شايفه ان المقاس ده مناسب جدا وحلو قوي. بصوا بقى شكل البسكوتيه عامله ازاي بجد تجنن. تعالوا بقى هكمل مع بعض كده بقيه الصينيه وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. شايفين بقى شكله عامل ازاي بعد ما خلصت. طبعا انا عملت طبعا كمان صينيتين وهدخلهم الفرن. طبعا انا سايبه الفرن شغال على 180 درجه الاول، لازم اشغل الفرن الاول عمال ما اخلص. وطبعا هدخلها واوريها لكم بعد ما اخلص البسكوت. البسكوت بقى بتاعنا خلص كده، وطبعا طعمه حلو جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان ريحته جميله قوي بجد. الوصفه سهله ومش محتاجه اي مجهود، يا رب تجربوها في البيت. بجد احنا بنوفر كده علشان طبعا انتوا عارفين الاسعار اللي بره. بجد الوصفه هتعجبكم جدا. وطبعا بقى البسكوت ده ما يحلاش كده غير بكوبايه الشاي جنبه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفوني على قناتي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.